حكايه انت مره حكيتها، قلت ان انت كنت سبت المزيكا وابتديت تتجه عشان انت تدرس وتتفرغ للدراسه، ورحت حفله في مكتبه الاسكندريه، ولما شفت الفرقه بتعزف ولما شفت عازف جيتار معين بيعزف حسيت بالغيره والنفسنه. عايز اعرف الشعور ده يعني كان نتيجته ايه، او عشت اللحظه دي ازاي لما تشوف يعني الحلم بتاعك لا دي قدامك كانت بس لحظه انت عاجز عن انك تعمله؟ دي كانت لحظه مش حلوه خالص. انا متضايق، عارفه لما تبقي غيرانه وحاسس ان هو انا اعرف اعمل ده بس ازاي لغايه دلوقتي ما بعملوش. على قد ما اتبسطت بالمزيكا وحبيتها قوي، على قد ما اتغصت ان انا مش عارف اعمل ده او ما عنديش لسه القدره ان انا اعمل ده يعني. ومن ساعتها قررت ان هو انا هعمل ده، يعني هعمل ده. بس دي كانت لحظه تقيله شويه عليا. وانا خدت بالي من حاجه برضه، خدت بالي ان البني ادم اوقات ما بيتحركش غير لما حاجه بتستفزه جدا وتاثر فيه جدا ويتضايق جدا، فبيبتدي يتحرك. طول ما هو مريح كده وكل حاجه تمام ومفيش مشاكل ومفيش حاجه معينه هو بيبص لها، كل ما بيهدى شويه وكل ما بيبذلش مجهود زي ما هو مستفز او ان هو متغاظ من حاجه معينه.